بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحييكم يا أهل سورية بتحية الإسلام، تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالأمس كنا نتكلم عن مجزرة الحولة، واليوم نتكلم عن مجزرة مشاع في حماة. يبدو أن هذا النظام أراد لنا ألا تجف عيوننا من الدمع، وأن يبقى هذا الكبد يعتصر أسا من هول ما نلقى ومن هول ما نراه. يا عباد الله، يا أيها الإخوة في سورية الكريمة الحبيبة، أقول لكم رسائل متعددة. أما الرسالة الأولى فأوجهها تحديدا لأبناء الطائفة العلوية. يا أبناء الطائفة العلوية، النظام اليوم يتكلم عن دولة مفصولة عن سورية لتكون لكم. هذا الكلام أصبحنا نسمع عنه في شاشات التلفزة العالمية، وإن الحراك في نقل السلاح من دمشق ومحيطها إلى الساحل إنما يدل على هذه النقطة. أقول لكم ليس من المفيد أبدا أن تنسلخوا عن وطننا الحبيب سوريا. عليكم أن تنتبهوا إلى هذه النقطة يا أيها الإخوة. إن التفرق ضعف وإن الاجتماع قوة. ليست مشكلتنا معكم يا أيها الإخوة إن سقط النظام، مشكلتنا مع هذه الأسرة، مع آل الأسد، وليس مع كل آل الأسد، وإنما الذين وقعوا فيما وقعوا به من مجازر قديما وحديثا. هؤلاء يجب أن يحاكم، وهؤلاء يجب أن يشنقوا وأن ترتفع مشانقهم في وسط المدينة. هذا الموضوع يا أيها الإخوة لا يمسكم أنتم كطائفة علوية، وإنما يمس هذه الأسرة المتسلطة، سواء آل الأسد أو آل مخلوف، ممن جلسوا على كراسي الحكم وممن أصدروا كتبا رسمية عليها تواقيعهم الرسمية بقتل الشعب الآمن في شمال سوريا وجنوبها وشرقها وغربها. ليست لدينا مشكلة مع أبناء الطائفة العلوية، هم أهلنا وإخوتنا، وكتب الله عز وجل لنا ولكم أن نعيش مع بعضنا على أرض الوطن، وسنتابع هذه الحياة مع بعضنا على أرض الوطن. فلا تقبلوا بالانسلاخ عن الدولة لتوجدوا دولة مجاورة لسوريا. فدولتكم الصغيرة هذه يا أيها الإخوة ليس المقصود منها ولا يفهم منها إلا الكراهية، ولا يفهم منها إلا الطائفية، ونحن نذم الكراهية والطائفية التي يحاول النظام أن يؤجج نارها وأن يزكي أوارها من حين إلى آخر. هذه رسالتي إلى الطائفة العلوية. وأما الرسالة الثانية فإلى شمال سوريا، إلى أهلنا الأكراد. يا أهلنا الأكراد، هل من المعقول بعد مرور سنة وستة أشهر وما زلنا نتكلم عن ضعف حراككم الثوري في خدمة الثورة السورية؟ يا أهلنا، يا أبناء الطائفة، يا أبناء القومية الكردية، يا أبناء القومية الكردية، أنتم على العين وعلى الرأس، وأنتم أحد المكونات الرئيسية في سوريا. وأنا أقول لكم بصراحة لن تأخذوا حقكم خلال 50 عاما. لقد كنتم مستضعفين، وقد كنتم من الذين همشكم النظام وهمش قراكم ومدنكم، لكن ليس امتدادكم في العراق، امتدادكم أيضا مع الأم سوريا. نصيحتي لكم، عليكم أن تفعلوا حراككم الثوري ليكون تحت علم سوريا الموحد، تحت علم سوريا الموحد. نحن سوريا لكل السوريين يا جماعة، وليست سوريا دويلات، في الشمال دولة وفي الجنوب دولة وفي الشرق دولة وفي الغرب دولة. هذا ما يريده النظام، بل هذا ما يريده العالم. ضعفنا هو الذي يريده العالم، وقوتنا هو ما نريده نحن كسوريين. فأنا أنصح الإخوة الأكراد أن يبدأوا بحراك مشترك من خلال أحزابهم الموجودة، ومن خلال مجلسهم الوطني الكردي، ومن خلال الفعاليات الثورية الموجودة، وخاصة أخص الشباب. يا شباب، أنتم أهلنا ونحن أهلكم، وأنتم امتدادنا ونحن امتدادكم، ويجب علينا أن نتعاون لكي نعيش مع بعضنا. هذه الرسالة الثانية. وأما الرسالة الثالثة، ستسقط يا بشار الأسد، وقريبا سنراك على حبل المشنقة، وأنا زاهر بعدراني أقول لك والله الذي لا إله غيره، ستكون نهايتك على يد الثوار، شاء من شاء وأبى من أبى، بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرحم
أبناء مجزرة مشاع في حما، وأن يرحم أبناء مجزرة الحولة في حمص، وأن يرحم أهلنا في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وأن يخلصنا من هذا النظام الطاغية. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.